إلا كنتو من عشاق الحامض تبعوا معايا هاد الطريقة. كيك رائع اسفنجي واللون كيكون ذهبي، مزيج ما بين الحامض والجبن. كيك رائع. اول حاجه غادي ناخدو هاد الخلاط الكهربائي، غنوضعو فيه قطع ديال الجبن، 4 القطع، 4 البيضات، كاس ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه. نخلطو الكل جيدا، ومن بعد غادي نضيفو الحليب، كاس ديال الحليب والفاني وقشور ديال الحامض. نخلطو جيدا، ومن بعد غادي نضيفو كاس الا ربع ديال الزيت نباتي. هاد المكونات كنضيفوهم شويه بشويه، يعني ما كنضيفوش كل دفعه واحده. عندي هنا حامضه معصره كنضيفها كذلك وكنطحن. هاد الخليط كيجي ثقيل شويه كيف ما كتشوفوا، كيجي مهوي. غنضيفو الدقيق. ضفت الكاس الاول ديال الدقيق وضفت معاه 2 خمارات او 3، من الاحسن يكونوا 3 الخمارات. اللي ما كيبغيش يكثر الخمارات بزاف يدير 2. انا بالنسبه ليا كندير 3 الخمارات. كنخلط هذا الخليط مزيان. كتلاحظوا ان كاين تفاعل ما بين الحامض والخمارات، وهذا هو اللي كيعطينا كيك اسفنجي وكيجي مهوي من الداخل. ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق وكنخلط مزيان، ومن بعد غادي نضيف نصف كاس ديال الدقيق الابيض اللي كيكون مغربل، يعني المجموع 2 كؤوس ونصف. غادي ناخدو المول اللي غادي نطهيو فيه هذا الكيك، يعني ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق. في هذا الاثناء كيكون الفران سخون مزيان. كنطيبوا الفوق ومن بعد كنهبطوه لتحت حتى كيذهب اللون ديالو. وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. الا بغيتوا تشوفوا الفيديو كامل دخلوا لقناتي مطبخ ادم وامير، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا بزاف على المشاهده.